الليل ساكت بس صوت الهون لسه شغال، وضحك الأطفال مالي البيت، والريحة بخور وملح. بس في وسط كل ده ليه بندق الهون وليه بنرش الملح حوالين البيبي؟ يا ترى هل ده فرح ولا ده طقس غريب من زمان؟ صدق أو لا تصدق، العادة دي عمرها أكثر من 5000 سنة، ومن وقتها المصريين ما بطلوش يعملوها. تعال نحكي الحكاية من الأول. السبوع، الحكاية اللي بدأت من معبد فرعوني ولسه مكملة في بيوتنا لحد النهاردة. السبوع مش مجرد حفلة بنفرح بيها للمولود، زمان عند المصريين القدماء كان اسمه سبوع الوليد، وشايفين إن أول 7 أيام في حياة الطفل هي أخطر 7 أيام في عمره كله. ليه؟ لأن كان في اعتقادهم إن الطفل في الوقت ده بيكون بين الحياة والموت، ولسه روحه مش مستقرة في الدنيا، فعلشان كده كانوا بيعملوا طقوس خاصة جدا عشان يحموه من الأرواح الشريرة. وكانوا يحطوا الطفل في طبق فخار ويلفوه حواليه 7 مرات هم وبيدقوا الهون. وصوت الهون عند المصريين القدماء كان بالنسبة لهم بيخوف الأرواح. ومع مرور السنين دي يا قريبي المصريين ما بطلوش الطقوس دي، لكنها تغيرت على حسب الزمن والدين. بدل التراتيل الفرعونية بقينا نقول حلقاتك برجلاتك، وبدل الطبق الفخار بقى عندنا الغربال. والغربال ده ليه معنى رمزي، وزي ما وظيفة الغربال إنه بينقي التراب من القمح، كذلك الحال مع الأم، بتشوف ابنها نقي من الشر ومن العين. أما بقى بالنسبة للملح فده كان زمان حاجة نادرة وغالية جدا، وكانوا بيستخدموه زمان في النقاء للطهارة من العين. بس يا قريبي، أنا مصطفى عباس وده برنامج ترانزيت. سلام.